زي ما شفتوا الفيديو اللي قدامكم، فيديو لطالبة متخرجة، طالبة متخرجة وطلعت ترند بسبب رقصها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واستنوا عشان لسه في مفاجأة آخر الفيديو. ما تنساش بس قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، وخلينا نبدأ على طول. طبعا الوهلة تقولوا أيوه انتوا بتتخرج طلعت ترند بسبب رقصها. بس خلينا بس اقول حاجه، انا لا طالع اوضح، انا طالع اقول وجهه نظر او راي عامه. انا لا هاجم ولا هعمل، انا هقول حاجه. طالبه بت... خلينا بس نكون عارفين ان كل شخص وله طريقه عشان يعبر فيها عن فرحه. سواء كنت اتجوزت، كل واحد بيفرح بحاجه بيبقى ليه طريقه معينه بيفرح بيها. تمام؟ يعني البنت عبرت عن فرحتها بتخرجها انها رقص. استنوا ما انا جاي لكم في الكلام. ان كمان طالبه اتخرجت بطريقه عفويه ولكن غلط. انا عارف انه في ناس هتقول غلط. استنوا بس انا جاي لكم في الكلام. طالبه اخر سنه واتخرجت في جامعه اسيوط بكليه التربيه الرياضيه. تمام. عملت حفله تخرج واتخرجت ورقصت. طلعت ترند بسبب عشان رقصت وقدام الدكاتره. وفي سؤال قبل ما اسال السؤال، جامعه اسيوط اخلت مسؤوليتها من هذا الحفل وتبرأت من هذا الحفل، من حفل التخرج ذاك. وكمان ما عرفوش حاجه عن الحفل، ولكن يبقى السؤال كما هو: هل كانت جامعه اسيوط لها معرفة بحفل التخرج هذا وتبرأت من هذه الحفلة بسبب موقف الفتاة الطالبة التي تخرجت؟ أم جامعة أسيوط لم يكن لديها علم بحفل التخرج هذا؟ عايزين إجابة للسؤال. طبعا أنا ما أعرفش، أنا ماليش إجابة. أنا قلت هو السؤال ده ويبقى السؤال كما هو: هل جامعة أسيوط كانت على علم بهذا الحفل أم لا؟ وجامعة أسيوط طلعت بيان وبررت الموقف إنها تتبرأ من هذا الحفل وليس للجامعة علاقة بهذا. ده طبيعي. ده معناه أو إن معظم الحفلات اللي بتبقى خارج الكلية اللي بقى ليها مثلا علاقة بكلية حفلات التخرج دي ما بتخش غير بإذن من الجامعة. يبقى إذا كانت بها علاقة بالحفل أو ولا لا. تمام. الناس تسكت، واحنا بقى السوشيال ميديا والاعلام عندنا في مصر ما صدقوا جنازه ويشبعوا فيها لطم بالترقص. ماسكين صراحه ماسكين البنت هاي يا حبايبي. في مشكلتنا ان احنا بنتحشر في حياه الناس. ده عمل وده سوى، ده ما هو ده اللي جابنا لورا. تمام. ده اللي جابنا لورا، ندخل في حياه الناس ومشاكلهم ونخرب الدنيا. والسوشيال ميديا اكتر حاجه بتاثر في الناس، ودي برضه ما بتصدق جنازه ويشبعوا فيها لطم بالتراس. ماسكينها تريقه يعني حاجه عجيبه. انا ما قلتش ان التصرف ده، انا ما بدافعش، انا بقول وجهه نظر. ولكن والاعلام ما شاء الله الاعلام عندنا ما يتوصاش. تمام. وكل ده عشان البنت رقصت عشان تعبر عن فرحتها بحفل التخرج. وطبعا البنت طلعت في الفيديو وقالت هي رقصت بطريقه عربيه، دي طريقه تعبير، طريقه اعبر عن فرحي بالطريقه بتاعتي. وطبعا البنت لها حق انها ترفع قضيه عشان يشهروا بيها. وده كان واحد من الترندات وطلع ترند. السوشيال ميديا بتاخد اي فيديو قديم يعملوا منه ترند وبيضرب. ده خلاص
تم محو العرق. ده كان نهايه الفيديو. بس قبل ما نبدا، انا طبعا كنت قلت لكم في اول الفيديو ان انا اعمل لكم مفاجاه. طبعا انا اولا في محل اسمه معرض العفيفي للسيراميك والادوات الصحيه. المحل ده موجود فين؟ محافظه الدقهليه، المنصوره، مركز متغمر، دقادوس. محل بيعمل عنده سيراميك وادوات صحيه واي حاجه والكلام ده، والسيراميك، وعايز تاسس شقه تاسيس شقه، تاخد بقى المواسير والحاجات اللي المسؤوله عن الميه والكلام ده، تمام. والبلاط بلطوا الشقه ارضيه وكده، تمام. والتشطيب، الحاجات بقى الاساسيات. التشطيب نوع حواض مطبخ، حمام، بانيو. هو ده المحل. وطبعا انا بتكلم على اساس ان انا ليا تعامل مع هذا المحل اسمه، بتعامل معاه لان انا اصلا حاجته مع ناس سمعتها زي الجنيه الذهب، تمام. انا هعمل هيبقى في اخر كل سؤال، هيبقى في اخر كل فيديو سؤال دين، واللي هيجاوب صح في الكومنتات هيبقى ليه يروح يشرفنا ويشتري. واللي هيكتب صح في السؤال هختار 10 عشوائيين واكتبهم واختار منهم واحد عشوائي. دي البتاع، وياخد مشتريات، وهياخد عليها خصم 5%. بس شروط المسابقه ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط اللايك وتكتب اجابتك في التعليقات. سؤال الحلقه اليوم: ما هي اول سوره نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال. وطبعا احنا هنا وصلنا لنهايه الفيديو. قبل ما نقفل، نشكركم على حسن المتابعه. كان معكم احمد عماد، والسلام عليكم.